يا سبحان الله. الله سبحانه وتعالى إذا أراد يفضح شخص من حيث لا يعلم. هذا السوق تربيته حلو. اي من نوع هذا اليوم ما اخذت شلتك بالناس نسيتيني. ما ادري ما شايفتك اول مره اشوفك. صحتي وضعت رقم تليفوني. انا اعطيتك رقم تليفوني ليش يابا؟ شنو المناسبه اوزع برقم تليفوني؟ ليش اعرفك تعرفني حطيتك رقم تليفوني؟ قلت لي حتى عتفتك رقم تليفوني. رقم تليفوني حاطته على التيك توك، اعطيك اياه مثل شنو؟ احبك؟ عندي علاقه بيني وبينك سابقه؟ انت ايش قلت لي؟ قلت لي انا يوم قلت لي انا مثلا انا احب بالحلال اخذ مني انا قلت لك شنو انت واقول لك خو ماكو شيء. روح بابا روح. شو لا كاي الخايسه واقول لك انت شنو انت واقول لك روح قبر. خي ولي صار له ساعه يمضرط بس انا خوش جبته. قلت له تحكي لي عن مرتك انت شو يصير بينك وبينها تنامون؟ يعني احنا كم مرة قلنا لك بس الظاهر ما في ديات الحكي. يا معودة إذا طلعت برا لا تفتحين بث، إذا رحت للسوق لا تفتحين بث. ليش؟ مو هاي شنو نتائجها؟ نتائجها هاي الفضايح يعني يا سنتي انه طلعتي مثل ما كتبت تكس الديواني. يعني شنو طلعتي توزعين ارقام. حتى هذا مبين من صوته رجال كبير، مبين هو كبير بالتيك توك، بس هي بعد بالبث وما قدرت تحكي وين يعني امططيتك وهذا سويتها كلش. يا معودة بطل هاي السالفة. قلنا لها لا تفتحين بث بالشارع، خلي هاي فضايح خليها هي لك لنفسك، احنا ما نريد نعرفها. وشقد هسه اكو بعض الناس يعني من شافت يعني كان تفكيرها وين وهسه صار وين. لذلك ليش نقول ليش بطلي بث بالشارع بالسوق نطلعين. هاي نتاجه. يعني يجيلك واحد من العملاء او الزبائن القدامى وانت ما تدرين. شوفوا هاي النتيجة شنو طلعت. ما يفيد الحكي وياك. السلام عليكم حبايبي. طبعا هو ناس يقولوا لي زينب انت محجبه. لا انا مو محجبه، انا البس الحجاب على النص وهذا ستايلي وما احب غيره. وثاني شي من نزعت الحجاب انا مو على مود الشهرة، انا نزعته لان هواي ناس قامت تنمر شو مخليه على راسك وراسك بيه حدبه وانت محدبه وانت تشبهين هند بتعتبه. انا نزعته على مود هذا الشي لان انا اصلا ما لابسته، انا هيك مجرد مخليته هيك يعني على النص على شعري. وثاني شي الشرف مو بالحجاب ترى، ولا تظلون تعيبون على العالم. كل شلون يقولون كل شيء تعلق منك راحة، ما حد يطب للثاني، ما حد يطب القبر الثاني، كل واحد يتحاسب على قد ذنوبه. اكو الله يحاسب، والشرف مو بالحجاب ترى. عمي اوكي نمشي وياك، الشرف مو بالحجاب تمام، بس احنا ما رجت تخلينا ديكور تبغى ست محجبة، تبغى محجب ولو يوم طلع القدلة، لان هذا حتى بالاسلام لا طلع الشعرة. انتو المسلمات حتى جماعة الخليج علشان عودتي مسلمة لابست لك حجاب ومطلعة قذلتك مسويتها لون طاقتها لون، ترى هذا ما يفيدك، هذا مو حجاب. يعني الحجاب الأصلي ما تطلع شعرة منك، فهمتي؟ المهم نرجع. فأنت إذا هذا مسويت له ديكور رجاء انزعي أحسن، لأن هذا تشويه سمعة الحجاب، فهمتي؟ أنت مو محجبة نزعي، فلا تبررين ولا هاي وأنا أشبه هند بتعتبة يا عتبة مال باب عتبة يا عتبة منين جبتيها. المهم وتورطين ويا الناس، ويوم يصعد بتاكسي وطالع الزبون قديم، وهاي الزبائن القدماء معودين لا تفشلونا بالبث والله العظيم، تراها تشويه للسمعة، مو سمعتها هي بل هي سمعتها زفت، بس غير الناس يعني غير الناس اقول لك هاي هيك وهاي هيك وتورطت الناس. لذلك انت ننصحك ذب الحجاب وكفينا شرك. حتى هاي شوف البنات شوفن البنات قاعد تشوفن هاي الحقائق، ولا تدافعن عنها ولا شو ولا فقير ولا هاي عتها سوالف مكسرة من زمان وهسه قاعد تطلع شوي شوي. الله سبحانه وتعالى قاعد يفضحها وهي ما تدري، لذلك قاعد نقولها يا بهي سوي هيك، بس الظاهر ما يفيد الحكي وياها. هاكن اكلن هاكن هاي من ارفعيها. شنو هي الارفع؟ هاي ارفعيها. بيش
هسه اعطيك انا الصبرلي. شوف اخواني، هي المكان اللي ساكنه بيه منطقه شعبيه، منطقه عاديه، وحتى السوق اللي تروح له نفس الحاله. يعني خاف اقول لك المرض تطلع منه كلش محتشمه، حشمه معدله مثل ما نقول، عباية وهاي السوالف يا دوب يعني. بس هي هاي شلون تروح للسوق بهذا اللبس ما جاي افتهمانه. هسه خلينا من السوق، خلينا من الشارع، هاي طلعتها عادي، بس هي فاتحه بث ومدنقه وقدام هذا شوف كم الف هسه بالبث، ولا مهتمه. يعني اقراء مثل ما نقول فوق وجوا مفتوح. تعالوا شوف، حتى ابنها انتبه لها وقال لها يمه معوده صعد هاي التيشيرت صعديه، يعني كلش هدل. هي قلست كأنما ما تسمع شيء. يعني هسه بشرفكم بالله، هسه هذا يعني منظر، هذا منظر واحد يخليها بهذا المكان. الأمن الوطني اخذوها إذا ظلت راح يعني تلعب جولة، والله العظيم. يعني مرة 38 سنة ولا مهتمة، وهذا طفل 8 سنوات وشاف هاي سالفة غلط، شافها غلط وهي ولا مهتمة أبد. طيح الله حظك وصبغك والله.